السلام عليكم. انهيار وجنون مدرب بيراميدز باتشيكو بعد فوز الاهلي على بيراميدز والفوز بكأس السوبر، ويسخر من الزمالك بسبب الاهلي. شاهد ماذا قال. ولكن قبل ان نبدأ، لو انت محب وسعيد بفوز الاهلي اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسوا ان تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد فوز الاهلي بكأس السوبر بعد تغلبه على بيراميدز في المباراة التي اقيمت في الامارات بعد انسحاب الزمالك، فقد صرح مدرب بيراميدز باتشيكو بعد هذه المباراة وقال: لقد أصبح الأهلي كابوسا حقيقيا لي بعد فوزه على بيراميدز اليوم بكأس السوبر، فهذا ثالث نهائي أصل به مع النادي الأهلي، والأهلي فاز بهم جميعا، وخاصة نهائي القرن أمام الزمالك الذي خسرنا فيه بهدف أفشى. فالأهلي يمتلك الشخصية بالفوز بالألقاب، وهذا ما نشاهده في دوري أبطال إفريقيا. فالكل كان يعتقد الأهلي قاب قوسين أو أدنى من الخروج، ولكن الأهلي فاجأ الجميع في إفريقيا وتأهل إلى قبل النهائي، وأعتقد أنه سيتخطى الترجي التونسي بكل سهولة. فعفوا لكل الأندية في إفريقيا ومصر، الأهلي مختلف تماما عن باقي الأندية، وخاصة الزمالك الذي انسحب من هذه المباراة. وأعتقد الزمالك لو شارك أمام الأهلي لفاز الأهلي بكل سهولة على الزمالك. فمرتضى منصور أعرفه جيدا وأقرأ أفكاره، هو خاف من هزيمة ثقيلة من الأهلي في هذه المباراة. وفي النهاية، لو أنت محب للنادي الأهلي اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.